اهلا بيكم معايا في فيديو جديد تاني وفيديو مختلف مع كريم حسن. النهارده فيديو جامد جدا جدا جدا. النهارده جايين نحلي من عند ميكس حلو. النهارده وبدايه السنه الجديده، والنهارده احنا بنصور ليله راس السنه، ليله 31، وكل سنه وانتم طيبين، واتمنى تكونوا حققتوا امنياتكم اللي كنتوا عايزينها في السنه. وجايين لكم النهارده عشان نحلي بقنا كده ونروق على نفسنا بشويه حلويات من عند ميكس حلو. ميكس حلو هو مطعم لشباب عاملينه سوا، شباب قررت تعمل حاجه جديده. بدات الاول ببايك تقريبا في الشعبيه، كانوا بيعملوا زلابيا بس تقريبا بطاطس، وبعدين بدأوا واحده واحده يتطوروا من نفسهم وبقى عندهم منيو كبير جدا، فغطينا تقريبا المنيو كله، جبنا كل حاجه تقريبا عندهم، جبنا من كل صنف في المنيو حاجه عشان نجربها. ويلا بينا نخش بالحاجات ونشوف. نبتدي بقى ونخش عند اول ايتم معانا. احنا جايبين حاجات كتير جدا جدا النهارده، فهنتدلع بقى ونروح على حالنا بما ان بقى راس السنه وكده، فقلت اروق على نفسي. فهنبتدي بقى بايه؟ بطاطا بوم، عليها نوتيلا وعليها موز. شايفين عليها شويه نوتيلا وشويه موز كده ومتروق عليها. كانت بهدلت مننا بس في الطريق شويه، بس ما يهمش يعني. دوق بسم الله. بصوا شايفين كده طبقه البطاطا والشوكولاته والموز. اظن بعد المنظر ده مفيش كلام يتقال والله. انا كل ده بدوق، انا عايز لي 4 من ديت عشان ادوقها والله. لا بجد بجد والله نتكلم بجد، طعمها حلو جدا. هي في نوتيلا طبعا، مش نوتيلا مغسله بس طعمها حلو جدا نظيفه، وكمان صوص شوكولاته مع الموز، الميكس ده كله مع البطاطا. لا يا جماعه بصراحه جامد جامد جامد. بص كده تلاقي المنظر ده كده طالع لك، بس هي شكلها يا جماعه وطعمها رهيب 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 رهيب. لا بصراحه اول حاجه معانا 10 من 10 مستريح. هنخش بالايتم اللي بعده، يلا بينا. نخش بقى بالبليله مكسرات. طبعا الاسعار انا شفت كده هكتب لكم الاسعار تحت، لكن بصوا شكل البليله جامد جدا جدا جدا، مليانه مكسرات عليها سكر، شكلها يعني حلو، شكلها مش وحش. وده اللبن بتاعها، واخد معاها كده كيس اللبن، نفتحه بقى ونكبه كده عليها، ندوق بقى بسم الله ونجرب. هو المكسرات كميه حلوه، لوز وبندق، وكميتها بصراحه محترمه يعني كل معلقه تاخدها يبقى فيها مكسرات. فندوق بسم الله. طعم المكسرات بقى هنا فريش جامده كتير، كميتها بصراحه كتير جدا. البليله مستويه صح قوي قوي قوي، لا هي مستويه قوي فتبقى جلد معاك وتشد، او مش مستويه لا هي طعمها جامد جدا بصراحه. طبق بليله معتبر، وبالنسبه لسعره لا جامد جدا. طعم البليله مع طعم اللبن مع كل حاجه مظبوطه يعني. تاني حاجه تاخد معانا 10 من 10. عايزين نمسك الغلطه بقى، عايزين نمسك الغلطه. يلا على اللي بعد. خش بقى على تخصصه الاصلي وبدايه التخصص بتاعه واللي بدا بيه اصلا هي الزلابيا. وجبنا من عنده طبق زلابيا اسمه طبق زلابيا ميكس حلو على اسم المحل. هو فيه 4 صوصات، بيحطوا لك 4 صوصات تمام. الطبق ده 35 جنيه او 50، بس عليه عرض بقى 35 تمام. هو فيه صوص فراوله لوتس ونوتيلا وشوكولاته طبعا، وشوكولاته وايت، شوكولاته بيضاء. نبتدي بصوص ايه؟ نبتدي باللوتس. نرشق في اللوتس ندوق. لو حاطط بسكوت لوتس من فوق غير الصوص. بسم الله. هي الزلابيا طعمها حلو جدا، هي بردت مننا احنا شويه، ده غلطتنا احنا، لكن كزلابيا طعمها حلو. صوص اللوتس حلو، قطع البسكوت اللي حاططها مجرد بيعمل فوق دي حلوه جدا، ظابطه كل حاجه. بصراحه كزلابيا حلوه مش وحشه. نخش على الفراوله. الفراوله حلو، اللي بيحب الصوص الفراوله. انا بحب الصوص الفراوله ده، انا بحب الفراوله تبقى فراوله طبيعيه، اما فراوله اما مربى، لان الصوص ده ما بحبش يعني، ما بيجيش دماغي الصوص اللي هو طعم الصناعي ده. اللي بيحب الصوص الفراوله يعجبه قوي دي، لكن مش كيف انا يعني. خش بقى على الشوكولاته البيضاء. في حاجه على فكره فيهم كلهم ميزه، يعني في حاجه في الزلابيه نفسها ميزه هقول لكم في الاخر هي اللي ظابطه الكلام ده كله يعني. شوكولاته بيضاء حلوه مش وحشه، مظبوطه برده للي بيحب الشوكولاته البيضاء، لان انا بحب الشوكولاته البيضاء برده، فنفس الكلام على اللي فات. خش بقى على الشوكولاته العاديه بسم الله. بصوا يا جماعه هي الزلابيه دي حلوه قوي، اي حاجه هتحطها عليها هتبقى حلوه، لان هو معلم زلابيه بامانه، عشان هو ظابط كل حاجه بالسنتي يعني. الراجل فاهم الشغلانه، فهمان الشغلانه، مش واحد يعني عشوائي او لسه بادئ او كده. الراجل فاهم بيعمل ايه بصراحه. طعم الشوكولاته الصوت مظبوطه. الزلابيه حلاوتها ان هو قلاها وبعدين طلعها بيسيبها تهدى خالص، بعدين يقليها فتبقى من جوه طريه ومليانه كده وحلوه، من بره في نفس الوقت مقرمشه كويس. وحلاوته بقى بيطلعها بيحطها في شربات خفيف، فلما يحط الصوص ده عليها السكر يبقى مظبوط، لا تاكل منها لا تجزعك ولا تلاقيها ايه مش مسكره، او تلاقي السكر بتاعها مظبوط مع الصوص مع كله. فبصراحه اللي عامل الزلابيه دي معلم زلابيه. ودي ثالث حاجه هتاخد معانا برده 10. عايزين نمسك له بقى يا جدعان اي حاجه، عشان والله ما اعلان. هو الفيديو ده والله ما اعلان، انا رايح جايب الحاجه، هو لا يعرفني ولا اعرفه ولا اي حاجه، انا واخد الحاجه وعاملها فيديو عادي جدا. كل حاجه بتطلع والله بصراحه قيم مني ليه، مفيش اي حاجه خالص من بيني وبين الطبق غير الطعم هو اللي يحكم عليه. فكطعم هو جامد جدا 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 ويستحق بصراحه 10 من 10. ونسيت اقول لكم المطعم صحيح في شارع المطاعم، مطعم ميكس حلو في شارع المطاعم قدام ترويع على طول، السوبر ماركت اللي جنب ايه اللي قدام ترويع جنبه على طول، فيستحق التجربه، يستحق التجربه جدا. يلا بينا على بعض. جايبين بقى من عنده رز بلبن ساده، عشان لو الرز بلبن حلو اي حاجه تتحط عليها تبقى حلوه معاه. ده طبق رز بلبن كده ثمنه 13 جنيه تمام، كميته حلوه جدا مش قليله، هتلاقيها في الطبق تحت كده بس الطبق كبير. دوق بقى ونشوف الرز بلبن بسم الله. لا يا جدعان مش هينفع كده، مش هينفع والله. ده احلى ليتر رز سلطه عدى علينا دي ولا ايه؟ رز بلبن مش رز بلبن، ده نقول عليه كريمه، نقول عليه حاجه كده اللي هو من ورا العقل. رز بلبن قشطه مظبوطه، اللبن كميته مظبوطه مع الرز مستوي حلو جدا. السكر يا جماعه مظبوط بطريقه، عشان ده لو اتحط عليه اي حاجه فوق شوكولاتات قشطه مكسرات هيقلب هيبقى جامد. هم عاملينه بحيث ان تكون
مظبوط يعني. شايفين معلقه بصراحه اجمد رز بلبن يعتبر، مش هقول لك اكلته في حياتي، ومن اجمد مطاعم الرز بلبن اللي اكلتها في حياتي صراحه. جامد قوي قوي قوي، شابوه. وهياخد معانا 10. هنعمل ايه طيب يا جماعه؟ مش قادر نمسك له حاجه والله. ممكن نمسك له حاجه في الحاجات اللي جايه، احنا لسه معانا حاجات بالهبل يعني. يلا على بعض. احنا كنا صورنا الحته اللي فاتت دي، وبعد ما صورنا لقينا ان الكاميرا ما كانتش بتصور، فهنعيد من الاول تاني. بصوا قنبله يعني، عليها قشطه من فوق وبسبوسه وشكلها حلو بصراحه. بحط لكم صورتها عشان طبعا اللي فات كله راح وكنا كلنا منها. بص، تاخد حته بسبوستك الجميله، تاخد حته القشطه. هنعيد تاني من الاول. تنزل تاخد الرز اللبن بتاعك، تطلع بالفاكهه بتاعتك. توكل على الله بسم الله. بصوا يا جماعه، نفس اللي قلناه برده، هي حلوه جدا جدا جدا. فاكهه حلوه، طعم العصير حلو، والرز معاها حلو، والبسبوسه جميله. مشكلتها في القشطه يعني، لو بصيتوا القشطه تحسوها زي يعني مش قشطه، هي مش قشطه، هي كريمه بس ماسكه نفسها شويتين، عامله نفسها قشطه بس مش قشطه. لو هنقارنها بقنبله الكرك، لا هي ناقصه حاجات كتير، ناقصه كنافه، والفاكهه تزيد شويه، وشويه عصير فراوله، والقشر تتغير. تمام، تبقى كده قرنك يعني. تمام، لكن هي كحلوه ولا وحشه؟ لا حلوه جدا. انا ككريم وانا قاعد هنا في المحل، لا تغنيني عن قنبله الكرك عادي جدا. لحد ما اسافر الكرك دي هنا تغنيني جدا عادي جدا يعني. مش هحتاج قنبله الكرك طول ما هنا. طعمها حلو جدا، القشطه بس تتغير، نحط قشطه نضيفه، القشطه الباني بدل القشطه ديت، وهتبقى جامده جدا جدا جدا. يلا بينا نخش بقى بالوافل. والوافل عليه عرض دلوقتي عندهم ب 35، هو تقريبا ب 50، لكن دلوقتي هو ب 35. بصوا ده وافل فواكه، عليه من فوق الشوكولاته كده، وعليه موز وفراوله. شكله حلو بصراحه، شكله جميل، شكله مشهي جدا. يلا بينا ندوق. وحاطط معاه كينه وشوكه. ناخد بقى شغل الاتيكيت بقى والكلام ده. يلا بينا. المفروض بتمسك دي في اليمين ودي في الشمال، وبعدين تقطع وبعدين تعكس بقى عشان ندوق. بسم الله. احنا هنا بقى مش بنقيم الشوكولاته طبعا ولا بنقيم الفاكهه. الفاكهه فريش جدا جدا جدا، الشوكولاته جامده وحلوه جدا زي ما قلنا قبل كده. هنا بقى بنقيم العجينه نفسها بتاعت الوافل. العجينه حلوه جدا، مستويه كويس، لا هي ناشفه قوي ولا هي الرول اللي هي الطريه خالص، لا العجينه متوسطه، طعمها حلو وكويسه. العجينه مظبوطه وكويسه، عجبتني بصراحه. كوافل يعني ممكن اديله 9 من 10، حلو جدا جدا جدا. يلا بينا على بعض. نخش بقى على قبل الاخير معانا، هي ام علي. وانا فرحان وزعلان. فرحان ان الفيديو قرب يخلص، فهنخلصنا الدنيا دي بقى، عشان بصراحه السكر كتير خلاص، الواحد دماغه هتنفجر من كتر السكر، والضغط علا وحاجه ايه يعني. وزعلان ان احنا نخلص الجمال ده والله. بصراحه كل الحاجات اللي احنا جربناها النهارده ما فيهاش غلطه يعني. انا مش قادر امسك له غلطه. ممكن نمسك في ام علي ولا لا ما نعرفش، بس انتوا لو شايفين الشكل كده، ام علي مكسرات قشطه، شايفين مليانه مكسرات وعليها حبه قشطه حلوين كده فوق. شكلها جامد يعني، شكلها جامد جامد يعني. بس هي القشطه احنا جربناها في القنبله ما كانتش اجمل حاجه. نشوف هي ولا لا. بس هي يعني هي قشطه اقرب بالجيلي يعني. بصوا يا جماعه القشطه عامله ازاي. قشطه تحسها جيلاتينيه كده، كانها كريمه او حاجه. دقه كده، هي مش قشطه كده يا جماعه. نخش نجرب بقى ام علي. زي ما قلنا كميه المكسرات حلوه جدا، القشطه مش حلوه، مش ضايفه اي حاجه للطعم خالص، ولا ليها اي مكان ولا اي لازمه في الطبق ده. ام علي معموله ملفيه طعمه حلو، اللبن فيها طعمه حلو، كان كتير بصراحه، بس هو كان معانا في الكيسه. بس المشكله ان احنا سدناها بردت شويه فعجنت مننا شويه، لكن هي كطعم حلو. فلو كلتها فريش تبقى حلوه، لو كلتها صبحه من عندهم هتبقى حلوه، تبقى لسه بلبنها وسخنه وبتاع، تبقى حلوه. فكم ام علي اديها 8.5 من 10. هي مشكلتها بس القشطه مش حلوه، ما عجبتنيش بصراحه. القشطه دي مش عجباني خالص يعني. القشطه دي لازم تتغير، لازم اتواصل مع صاحب المطعم وده لازم. يلا بينا على بعض. نخش بقى اخر حاجه معانا، وهي فطيره اللوتس. النوتيلا دي فطيره ميكس حلو تقريبا، اسمها فطيره ميكس حلو، بتبقى تختار الصوصين اللي انت عايزهم عليها. انا جايبها نص نوتيلا ونص لوتس. بصوا انا هديت كده، السكر خلاص ليفل اب، خلاص مش قادر. انا شايف التعب ده. انزل بقى البطنه لايك عشان تقدر المجهود ده، ولو سبسكرايب معاها مش هتزعل يعني. يلا بينا ندوق. نخش ايه بقى الاول. انا اغرتني القطعه دي فيها شوكولاته كتير قوي، هتجيب لك غيبوبه. فخلينا احنا في القطعه ايه الحلوه ده. في كميه الشوكولاته حلوه. بسم الله. هي حلوه يا جماعه كل حاجه وجميله وكل حاجه، بس مشكلتها بقى ان هي مليانه شربات، سكر 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 يعني، بتاع الناس بقى اللي بتحب الحاجات مسكره يعني. فهنخش في اللوتس. طالما دي الشوكولاته مسكره، فاللوتس بقى عامل ايه يعني، ده كارثه. نخش في اللوتس، ناخد بقى ايه القطعه اللي ضربه ميكس بينهم دي، ندوم منها اللوتس، والمره نقدر الشوكولاته تاني. دوم بسم الله. طعم اللوتس حلو، والبسكوت اللي حاطه فوق ده حلو، بس انا عجبتني الشوكولاته اكتر واللوتس. لا اللوتس عجبتني اكتر، ورا الكاميرا عجبتهم الشوكولاته اكتر. فهي بقى اذواق، تعجبك دي اكتر تعجبك دي اكتر. بس انا بالنسبه لي اللوتس اجمد بكتير قوي، اجمد من الشوكولاته كتير. تمام، هي اذواق، هي مرحله اذواق، انت بتحب ايه اكتر فهذا اللي بيناسبك انت. بس كده ننضف الدنيا وارجع لكم. كل سنه وانتم طيبين. طبعا قلت لكم النهارده ليله راس السنه، فكل سنه وانتم طيبين، ويا رب تحققوا كل اللي انتوا عايزينه السنه الجايه، وتكونوا حققتوا اللي انتوا عايزينه السنه اللي فاتت. وبس كده. النهارده كانت طلعه سريعه كده على مطعم ميكس حلو، مطعم فاتح جديد شارع المطاعم. بصراحه شابوه جدا ليهم، شباب بيقدموا الكواليتي بالجوده ديت والكميات ديت والجمال دوت. بصراحه كل الدعم ليهم. ادعموهم يا جماعه، ادعموا الناس، الشباب اللي طالعه دوت. الشباب ده محتاج دعمكم بجد، لازم تقفوا جنبه، دعموه بصراحه. انهم يقدموا كمان منتج حلو جدا. انا بصراحه اندهشت من الكواليتي بتاع الحاجات عندهم. فما تنساش تكلمنا عليهم وتجرب اللي انت عايزه من عندهم. وما تنساش تخبطنا احنا كمان سبسكرايب ولايك. ما تنسوش يا جماعه السبسكرايب، عايزين نوصل 1000 سبسكرايب بقى يا جماعه بقى. قلت لكم 1000 سبسكرايب قبل ما نوصل اخر السنه، واخر السنه جت ما وصلناش 1000 سبسكرايب بقى. هنوصل امتى بقى؟ انزل بقى سبسكرايب عشان نوصل بقى. والسلام.